السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد فعلا من تطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعلا من تطبيقات في القناة. عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه كوستوديو برينتال. التطبيق ده مساحته 34 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالاباء والابناء. بتقدر من خلال التطبيق لو انت اب او لو انت ام وجايبين لاولادكم موبايل، فانت بتقدر من خلال التطبيق ده ان انتوا بتحملوا التطبيق ده على الموبايل بتاعكم وعلى الموبايل بتاع ابنكم او بنتكم، وبيعمل بينهم وبين بعض كونكت او اتصال. تقدروا تعرفوا كل حاجة اولادكم بيعملوها. بتقدروا تحظروا لهم التطبيقات اللي انتم مش عايزين ان هم يشوفوها. تطبيقات مثلا زي تيك توك، زي كواي، زي تطبيقات، اي تطبيقات بقى بتحسوا ان هي خطر على اطفالكم بتقدروا تحظروها. المواقع برضو اللي هي مش كويسة او المواقع الاباحية برضو بتقدروا ان انتوا تحظروها. بتقدروا تتعرفوا على النشاط اللي اولادكم بيقوموا بيه. بيبعتوا لكم زي تقرير كده كل اسبوع او كل شهر ان ابنكم او بنتكم مثلا بيكلموا الناس الفلانية، بيكلموا مكالمات صوتية، مكالمات فيديو، بيخشوا على المواقع كذا، بيخشوا على تطبيقات كذا، آه، بي آه، اي حاجه بقى بيعملوها بيقدروا يعرفها لكم على طول. كمان بيقدر الاب او الام ان هم يحظروا الناس اللي بيكلمهم لو حاسين ان هو بيكلموا شخص او شخصيات مش كويسه. بيقدروا يحظروهم، ما يخلوهمش ان هو يعرفوا يتكلموا معاهم تاني. وبيقدروا كمان ان هم يعني يخلوا لو عايزين يقفلوا الموبايل خالص او يخليه ما فيهوش انترنت، او مثلا وقت مذاكره مثلا او وقت مدرسه او كده، وهم مثلا معاهم الموبايلات، فيقدروا ان هم يخلوا لهم الوقت ده الموبايل مقفول، وما يقدروش يستخدموا الموبايل ولا يتحكموا فيه ولا يعملوا منه اي حاجه، ولا العاب ولا مكالمات ولا اي حاجه، لحد ما الوقت ده يعدي وهم يفتحوا لهم وقت معين. يفتحوا لهم مثلا في اليوم ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، على حسب ما هم الوالدين بيبقوا عايزين يفتحوا لاولادهم. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات، بيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق كله بتلاقيه باللغة الانجليزية، مفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر افضل شرح للتطبيق. بالنسبة للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين ريت في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.